عايز ارتاح، نفسي ارتاح. فافتكرت وانا صغير كنت اقول ياه، امتى اكبر ويبقى عندي 20 سنه؟ امتى الواحد يخلص من المدرسه والصحيان بدري وواجب الحساب؟ قلنا بس اتعبوا شويه عشان ترتاحوا بعد كده. خلصنا ثانويه عامه بقرفها وبقرف الفيزياء، قلنا خلاص الهم انزاح، وجبنا نوتة وكتبنا فيها لما يبقى عندي 23 سنة هجيب عربية، 25 سنة هتجوز، 27 سنة هيكون معايا ملك وآدم. خلصنا جامعة وفتحنا صدرنا ولسه بنبتسم للحياة. قالنا سيبكم اللي فات خالص، التعب كله في العشرينات. تعبنا في العشرينات، جينا ننبسط في الثلاثينات لقينا نفسنا شايلين مسؤولية العيال ومشاكلهم. قالوا لنا خلاص بقى هي الاربعينات. الاربعينات دي من اسمها حتى باين الروقان كله، بس لقينا اطفالنا كبروا، مسؤولياتهم كترت معاهم. وصلنا بقى للخمسينات، اول حاجه فكرنا فيها اننا نرتاح. رحنا اشترينا تربه، واتاري الراحه في الاخر طلعت الراحه الابديه، الراحه اللي ما بعدها راحه، راحة مؤجلة مؤجلة مؤجلة. على فكرة لما الواحد بيوصل لسن متأخر كده بيفكر، وساعات بيندم إن كل لحظة فاتته وما عملش فيها إنجاز، إزاي هيفخر بنفسه؟